يخاف يقوم يبكي وينهزم على خواله على عمامه. واحد من ربعنا والله فداوي مو بعيد علينا راد يتجوز ابنه، مصادق له ابوه مرض غير عرب، يروح قبل ينطيها دينار قبل عزيز. اخذ الدينار قال له تعال اريد اتجوزك، وايه هذا دينار توديه لمرت فلان قول لها ابويا يسلم عليك يريد يجوزني ويقول خلاص علمني، وهم من ولاد ما اعرف التعلم شنو. اخذ الدينار وراح طاير الدنيا العصر. جدته ام ابوه سايحه بالعلوج وراهم بالحياله، شافت بيدي بلها دينار عزيز. قالت تعال يا فلان تعال كحل جدته. قالت له هذا من لك الدينار؟ قال اعطاني يا ابويا. وكوين تريد؟ قال اريد على مرت فلان تعلمني ابويا يريد يجوزني. قالت له جدته جيبها. اخذت الدينار وسرتها برجلها وراحت انجرعت له بالشاخه. قالت له انا جدتك ما يصير الطرق، بس ارشد لك على مكانه وين تحطه وين تجيبه. هذا من جرع فوق جدته ايه ما ادري شنو دش على الولد لانه مصرف جدته. قالت له قوم ما نشتري والله انك تعلمت. راح يركب هذا الحرب وقال له لك شو جيت بساعه؟ قال له يابا تعلمت. قال لك ما لحقت تصل؟ قال له والله تعلمت. قال له من علمك؟ قال له جدتي. قال له اي جده مصقوع. قال له غير امك. هذا دينار راح ام الناس شلون حار على الوليد قشته في الوليد يا الشايب وصك ابنه ذاك الراجل لانه قال بقلب. قال له قواد انا دزيتك عمي فلان لو دزيتك هنيك صفى للوليد سنطلع هاي ضحك لما يشترم تزعل نيشم ذاك يزعل. هو هم قال باطل تفطن بيها وكان يدفر ابوه بذاك الشلاق لما قال بقرب بالشاغر. قال له ابني كذب صار لك 25 سنه تنيك بامي وما تعيش. لكن احنا ليش نسال اشياء 75 سنه؟ خليني شو نفد 20 سنه.